في فرق كبير قوي قوي بين شخص مش عايز يخسرك وشخص مستخسرك. اللي مش عايز يخسرك طبعا هيعمل كل اللي يسعدك ويرضيكي، هيهتم بيكي جدا ويسأل عليكي على طول، وهتلاقي كل حب بإخلاص. هيعمل بالظبط كده، يعني هيبقى عارف كتالوجك بالظبط زي ما بيقولوا كده، وعارف اللي يبسطك ايه واللي يزعلك وهيتجنبه. اما اللي مستخسرك ده بقى، ده اختارك بده بعقله، يعني لقى فيكي مميزات 1 2 3 4 حسب ما هو عايز، فاوكي كويسه ماشي الحال. لكن طبعا ما يمنعش ان هو هيبقى عنده بدائل اخرى، بدائل اخرى. وانتي برضو موجودة، يعني هيقارن بينك وبين البدائل الأخرى. هو محبش، هو بس مستخسر. بالظبط كده هشبهها لكم، لما انت تروح تشتري قميص مثلا، شفت القميص اللي انت عايزه بالمواصفات اللي انت عاوزها، هتاخده انك مستخسره، سعره حلو وقماشته كويسة وتقفيله كويس، يعني عجبك، يعني هتشيله لانك مستخسره وتسيبه. خدت لفة كده في كام محل تانيين، لقيت حاجات تانية بمقومات او بصفات احلى، هتسيب ده وتروح تاخد القميص التاني. طبعا يعني مش ده زي ده قوي، بس بقربها لكم يعني. فلازم ناخد بالنا كويس قوي قوي بين اللي شريكي ومش عايز يخسرك وحطك في عينيه، وبين اللي مستخسرك. على فكرة يعني في الناحيتين، في الناحيتين. يعني الكلام مش موجه بس للرجال، او مش بالنسبة للشاب للبنت، لا برضه بالنسبة للبنت للشاب، يعني مع تبادل الأدوار. خلاص.